تحياتي للجميع ويا رب تكونوا بألف خير. يا جماعة أنا كتير فرحانة وكتير متحمسة على هالمظاهرات اللي عم نشوفها بالداخل السوري، اللي شيء بفرح القلب. الناس ما عاد خافت من سجن عدرا ولا سجن صيدنايا ولا فرع فلسطين، خلاص طفح الكيل. الناس ما عاد تقدر تتحمل تشوف أولادها جوعانين قدام عينها، ما عاد تقدر تشوف الفساد والسرقة والنهب والبطش والظلم. طفح الكيل يا جماعة. والله بوجه لكم تحية من إدلب لأحرار الساحل اللي اليوم ما عاد خافوا من نظام الأسد ولا بشار الأسد، وصاروا يطلعوا ويخاطبوه ويحكوا بكل قوة رغم الخطر اللي عم يحيط فيهم، رغم الاعتقالات اللي عم تصير. الناس ما عادت تخاف. بوجه تحية لأهلنا في السويداء اللي اليوم شوارعهم وساحاتهم ما عم تفضى من المظاهرات. بوجه تحية لحرائر السويداء اللي عم تطلع وتحكي وتشجع الشباب على انهم يتظاهروا، وتنصحهم بانهم ما يسرقوا، ما يكسروا، ما ينهبوا. خلاص بكفي ال 12 سنة اللي راحت، بكفي الدمار اللي عشناه، بكفي الدمار اللي حصل. بوجه تحية لثوار وأحرار درع البلد، درع الكرامة، درع الثورة يا جماعة. والله هاي فرصتنا وفرصتكم الوحيدة يا شعب سوريا العظيم. اليوم إذا قمتوا وكلكم كنتوا إيد وحدة ضد هذا النظام رح يسقط. إذا أهلنا بالداخل ضلوا صامدين وضلوا عم يتظاهروا ويطلبوا طالبوا بإسقاط النظام، رح يسقط بإذن الله. لأنه إذا أهل الداخل ما قاموا نحن ما بنكفي لحالنا. إلنا 12 سنة بشمال سوريا عم نتظاهر ونطلع ونطالب، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن اليوم معاكم أهلنا بالداخل، نحن معاكم وقلوبنا معاكم، وإن شاء الله بإذن الله رح نطلع مظاهرات ونساندكم، ما رح نترككم لحالكم. بتمنى ما تخذلونا، بتمنى من كل قلبي ما تخذلونا. خلاص هالبلد إلنا، نحن اللي رح نعمرها. بكفي خلاص بيت الأسد. اليوم خلي ثورتنا تكون ثورة وعي مع عصابة حولت سوريا يلي عمرها آلاف السنين لمزرعة بتحكمها عائلة الأسد. لازم نبدأ بالتغيير، والتغيير ما بيصير إلا إذا سقط بشار الأسد وشبيحته، إلا إذا سقط هذا النظام الفاسد يلي بيعتبر إنه دولة السلطة أو تداول السلطة هو حكر فقط على بيت الأسد، وممنوع إنه يتداولوا الشعب السوري. بتمنى من أهلنا بالداخل تستمروا بهاي المظاهرات وتطالبوا بإسقاط النظام. ما بدنا شيء إلا إنه يسقط هذا النظام الفاسد بس. نحن معاكم بإذن الله. اليوم نحن ما طلعنا، اليوم انتوا عم تقولوا إنه إدلب عايشة أحسن منا، إدلب فيها كهرباء، إدلب فيها نت، إدلب فيها كل شيء، مقومات الحياة. لكن إدلب محاصرة، إدلب مطوقة من هذا النظام العاهر الفاجر. نحن من 12 سنة ما بنقدر نتجول بمحافظات سوريا، ما بنقدر نطلع برا هاي البقعة الصغيرة اللي خنقنا فيها. الحياة مو بس كهرباء ونت ومي وغاز وحياة ورفاهية. نحن بدنا حرية يا جماعة. اختنقنا، نحن اختنقنا. نحن اليوم عم نحس حالنا مسجونين ضمن صيدنايا، لكن سجن نوعا ما في بعض مقومات الحياة. اختنقنا لنرجع لكل مين لبلده، لقريته، لمحافظته، لكن من دون بيت الأسد. بتمنى ما تخذلونا. نحن بإذن الله معاكم. بده يسقط وبدنا نعيش.